السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا طالعه لكم النهارده وانا عامله لكم ايه، شغاله سناب شات، برنامج السناب شات كده. قلت ما شغلوش، اشمعنى انا يعني كل الممثلين مش شغالين سناب شات، كل ما اكلم واحده سناب شات سناب شات. قلت اهو كده، ايه رايكم؟ من عيني وسعت، المناخير صغرت، الشفايف كبيره زي ما هي. حابه اطلع معاكم، عايزه اتكلم معاكم كده، اعمل حلقه فاني، حلقه كده عايزه اضحك معاكم، عايزاكم تفتكروني بالحلقه دي. مش حلقه بقى هعملكم فيها حلقه محشي ولا صينيه بطاطس، لا 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 لا، انا نطلع من الجو ده بقى كده ونبقى ناس كده مرحه، ناس جميله. كنت مسافره قريب، كنت نفسي اعمل اول حلقه ديت، بس للاسف والله العظيم يمكن الواحد معرفش يعمل معاكم الحلقه ديت. ما كانش في وقت، يعني هو كان اسبوع بس والله العظيم خلص بسرعه. عارفين، بشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني ولحد ما قررتش الاهي عشان بس ايه، مسك كده بقى. بدأت يعني تسمع شوية. ناس كتير قوي قالوا لي غيري اسم عيلة مصطفى حسام، بس اسمي كان غالي عليا، وبيني وبينكم كل ما اجي افكر ان انا اغيره الاقي محرك البحث في جوجل اغير الاسم، الاقيه هو معروفه باسم عيلة مصطفى حسام. ف يعني ايه، القناة دي غالية عليا، لاني طبعا مصطفى ابن اخويا، يعني انا وهو اصحاب الفكرة فيها، وهي كانت في الاول قناته. يا جماعة اشتركوا في قناتي انا كمان، انا عملت وبعدين مصطفى فتح قناة يا جماعة. ايوه يا جماعة اشتركوا فيها. متوحد لعبة بنقدم يا جماعة تحليلات وملخصات. بص هو عموما وجيمنج وكل حاجة وتحديات. والله يا بص، والله ايوه والله فعلا. وعلى فكرة الحاجات اللي بيعملها تصدقوا جابت مشاهدات، وفعلا بيقعد يتعب فيها، بس هو عشان يكمل في القناة لازم يذاكر، مذاكرته اهم حاجة. يعني انتوا تقولوا له كده، لو في حد بيعلق تقولوا له ذاكر يا مصطفى، كمل مذاكرتك يا مصطفى. خشوا يا جماعه على قناتي اسمها متوحد لعبه، ادخلوا على قناه عايزكم تفضلوا اللايكات والكومنتات والاشتراكات وكل حاجه. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، اضحكوا كتير يا جماعه، انبسطوا، عيشوا حياتكم. اكتبوا في الكومنتات احنا بنتابع، احنا من طرف عائله مصطفى حسين. طيب يا سيدي، كل اللي عندي يا رب يا رب اي حد بيحبني وبيدخل عندي يدخل يشترك في قناه. ادخلوا يا جماعه في القناه بتاعته اسمها المتوحد لعبه، ادخلوا اشتركوا له، شجعوه، عشان هو يعني ايه ان شاء الله قال هو حاططها كده هدف، بس مذاكرته اهم طبعا. تاني حاجه اشربوا ميه كتير يا جماعه على قد ما تقدروا، ناموا بدري، اهتموا بصحتكم. يعني انا عشت عمري كله كنت تخينه قوي قوي قوي، كنت تخينه فعلا، يعني انا ما زلت تخينه، بس انا لو هقارن الناس بالتخن القديم، لا ده كنت حاجه صعبه. كنت تخينه جدا جدا جدا. دلوقتي الحمد لله والشكر لله جسمي بدأ يتظبط شويه لوحدي من غير اي حاجه. اشربوا ميه كتير، ناموا بدري، حاولوا تعملوا حاجات طبيعيه، يعني نص ليمونه كده تحطوا فيهم شويه سكر صغيرين وعملوا صنفره على وشكم كده، خدوا الاماكن دي كده بس بقى. وعايزه اقول لكم نضحك كتير. وعلى فكره عايزه اقول حاجه، يا ريت كل واحد يحافظ على حد هو بيحبه، لان يا جماعه والله العظيم ثلاثة ان في ناس انت ممكن او انت ممكن تكون بتحبهم قوي، بس القلوب لما بتقفل بتبقى وحشه، ما بتتفتحش. ومحدش يقول دايما لا ده انا عندي ثقه، لا ده انا حاطط ده، لا مستحيل، مش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا. المستحيل ده ان انت الموت، يعني المستحيل حد يرجع للدنيا، حاجات كده اللي هي الاقدار.
واخر حاجه هنقولها لكم، اللي ما اشتركش في قناه عيله مصطفى حسين يا ريت يشترك، يا ريت واللي ما يشترك. اشتركش في قناه متوحد لعبه يشترك ويا ريت ويحط لايك ويا ريت تشتركوا في قناه المتوحد لعبه، وانا هحط لكم لينك القناه بتاعت المتوحد لعبه عندي في القناه. ارجوكم اشتركوا في متوحد لعبه وبرضه في قناه تانية. واقول لكم باي باي مع السلامه. والى اللقاء، وهنكمل تاني لان انا حابه اطلع اتكلم معاكم.